عندما طلب مني صديقي الشاعر سلطان القيسي أن أكتب كلمة عن ديوانه، تساءلت في أعماقي بمحبة: ألا يعتبر تعديا على جنس الشعر أن يكتب روائي عن شاعر مرموق بحجم سلطان القيسي؟ للأجناس خصوصيتها وحرمتها وأنظمتها التي قد تتجاوز معارفنا البسيطة. وجدت ذلك فرصة للخروج عن الخطابات السياسية والتصدي لحالة تخصنا جميعا وتخرجنا عن دائرة الموت إلى الشعر، أي إلى الحياة. ومع ذلك فأقول أن هذه الكلمة من محب للشعر والشاعر لا أكثر، وتترك المعضلات الكبرى لأصحاب الاختصاص من النقاد. سلطان بجهوده الشعرية الكبيرة يستحق أكثر من هذا. يشفع لي في ذلك حب للشعر بوصفه قيمة تتعالى، ومن حق أي عاشق أن يتسامى نحوها. فالشعر هو الطفولة البشرية وعفوياتها المسروقة، والشاعر في جهوده الفنية لا يفعل شيئا جوهريا إلا استرجاع هذه العفوية. عندما نعلم بأن هذا الديوان نظم وفق الهايكو الياباني، تصبح المعضلة مزدوجة، لأنها تخرج عن نظام الشعر العربي المتوارث والتقليدي. تواجهنا العلامة الأولى، وهي العنوان بائع نبي. لا يمكنها إلا أن تستفز القارئ العادي، ولكن في الوقت نفسه تضعه وجها لوجه أمام المقولة المتداولة: لا نبي في وطنه. ونعرف أن الكثير من الأنبياء تعبوا لأنهم حملة أنظمة جديدة لم تعهدها الجماعات والمجتمع. والشاعر هو أيضا نبي، ولكن من صنف آخر، فهو يخترق النظم الشعرية المعتادة بنظم جديد. وقصيدة الهايكو في هذا السياق ليست إلا أحد تجلياتها. تقودني هذه العتبة أيضا إلى قبلة يهوذا الأسخريوطي الذي باع بها سيدنا المسيح للرومان، ودائما ضمن المعادلة نفسها: التخلص من الاستثناء الذي يغير ما هو مستتب ويبدو ثابتا. نحن أمام حالة مسرحية تكاد تكون عبثية، فالشعر ليس مسألة بسيطة. التخلص من جديد مبهم. الجهد الشعري والطريقة الفنية التي اختارها الشاعر تضع شعرية الهايكو العربي في أفق التساؤل: هل من الممكن تحرير القصيدة من كل ضوابطها؟ القصيدة العربية أصلها موزون في نظامها المتوارث على الأقل. هذا الوضع يفترض تفكيرا خلاقا عندما يقتضي الأمر استعادة أشكال غربية عن الجسد الشعري العربي مثل الهايكو الياباني. وهكذا اجتهد السلطان وغيره من الشعراء العرب حتى يضبط هذه الروابط البنيوية مع شكل غير شعري غير عربي في أصله. فلجأ إلى استدعاء الوزن الشعري العربي، فاستجاب له الهايكو وانسجم إلى حد كبير مع النظام الشعري المتوارث. يتضح ذلك من قصائده القصيرة جدا مثل تكوين ومراسيل وتوحيد وغيرها من القصائد المبثوثة في المجموعة. واختار لذلك لغة دينامية قادرة على الاختزال، وقد نجح كثيرا في ذلك، لأن من مهام الهايكو أن يجعل من اللغة مادة تعبيرية بعد تجذيبها واقتصادها بدون الإخلال بها مطلقا، وتتنوع بتنوع الأطروحات والانشغالات والتيمات التي تشغل الشاعر. لا حدود تمنع من الانتقال الموضوعات من الذات الذي يتوغل عميقا في القصيدة، متجاوزا سطح الأشياء بدون أن تخل هذه النظرات المتقاطعة بسحر الكتابة والشعر في غوايتيهما التجديدية والسحرية، ومنهما إلى الموضوع البحث الخارج عن ذات الكاتب، مع الارتباط القوي بمعضلات العصر بنظرة غير مهادنة سيدها في النهاية الشعر والكتابة التي لا تتوقف عند حدود البياضات التي تفرضها النظم الشعرية الجديدة. البياض في الشعر العربي أو في غيره هو لغة أيضا، من الوقفة المتأنية بحثا عن انخراط في سؤال مرتبك إلى دهشة الشعر بأسراره الخفية القادمة من ظلمات زمن لم ينقرض إلا ظاهريا، إلى قارئ افتراضي يتعمق البياض لا للاستكانة فيه، ولكن لمساءلته أيضا بالتقاطع مع الشاعر أو بالاختلاف معه. قصيدة الراعي والمجنون مثلا في آخر المجموعة هي تجربة مميزة وغنية، نجد الكثير منها في الشعرية العربية، تتبدى فيها كل هذه الأسئلة الشعرية القلقة
وتشظي الأنا إلى ثالوث ديني ومعرفي وثقافي، الإسلام وفرويد وأفلاطون. هذه مجرد ملامسة أولية قادتني إليها المجموعة الشعرية بائع نبي، ومنها إلى الشعر العربي. فالشعراء لا يكتبون ليضيفوا كتبا إلى ميراث شعري يتسع بقوة، ولكن ليضعوا ملامسهم على نوع لم يستقر بوضع الشعرية العربية في أفق الجهد الشعري الإنساني، ولا يترددون أن يشركوا معهم قارئهم في انشغالات كبيرة تخرج عن كونها عربية ولكن إنسانية بامتياز. أتمنى أن أكون بهذا قد خرجت من موضوعات اليأس والحروب العربية ودخلت فضاءات الحياة، فالشعر هو الحياة بامتياز. إلى اللقاء.